انا متجوز من كام شهر بس ومعداش سنه واحده على جوازي، واليومين دول متخانق مع مراتي لسبب هايف جدا، وبقالنا كام يوم كل ما نتقابل في البيت نفضل نزعق ونعلي صوتنا. والنهارده كنت بزعق لها عشان مش بتعمل اكل زي الاول، وللاسف طلعت مني كلمه انا مش قدها. وقلت لها يا بنتي ده انا قعدت سنه ونص في الجيش، وكان في كتيبه كامله مسؤوله مني، وانا اللي بعمل لهم الاكل وكانوا عايشين وزي الفل. لكن الحقيقه اللي هي ما تعرفهاش اني بشتغلها، وكل شغلتي في الجيش اني كنت العسكري السيكا اللي بيروح يجيب طلبات العساكر. واصلا انا قلت لها كده ونزلت الشغل، ولما رجعت لقيتها عامله فراخ مشويه، وهي عارفه ان دي اكتر اكله انا بحبها. فدخلت لقيتها قاعده بتتفرج على التلفزيون والاكل قدامها وقاعده بتاكل. دخلت المطبخ عشان ما اقعدش اكل معاها، لقيت الحلل فاضيه، وانا ساعتها كنت هموت من الجوع. فنزلت تاني رحت اكلت بره في مطعم، وبعد ما خلصت جات لي فكره جامده قوي. كان جنب المطعم في محل بتاع ورد، رحت عنده واشتريت من عنده احلى بوكيه ورد. واول ما شافتني بالورد ضحكت طبعا، وهي مستنياني اجي اديهولها. فدخلت حطيت قدامها بوكيه الورد من غير ما اقول حاجه، ودخلت الاوضه اغير هدومي. ولما طلعت طبعا لقيت خدودها احمرت وماسكه بوكيه الورد وعماله تشم فيه زي القطه الشرازي. رحت رايح واخده من ايديها ومسكت التليفون بتاعي كاني بتصل بواحده وبقول لها ايوه عارف المكان، نتقابل هناك بقى، انا جاي على طول مش هتاخر. وخدت بوكيه الورد منها ونزلت، وكل ده مراتي قاعده متنحه ووشها بيجيب الوان. والحقيقه اني اصلا بشتغلها ومش رايح في حته، بس عملت معاها كده عشان ارد لها الحركه مش اكتر. ورجعت تاني وانا هموت من الضحك، وصالحتها في الاخر عشان بس ما موتش من الجوع.